طلبت إليهم أن يبحثوا عنها، فوافاني بجمعها عدد من الإخوة مشكورين مدللين على كل خصلة من خصال الخير. من هذه الخصال: إماطة الأذى عن الطريق، سقي البهيمة، عيادة المريض، زيارة الأخ في الله، الرضخ من الرزق لغيرك، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إعانة المغلوب، الإمساك عن أذى الناس، رد السلام، اتباع الجنازة، إجابة الدعوة، تشميت العاطس، بذل النصيحة، إخراج أذى المسجد، التبسم في وجه أخيك، إرشاد الضال، البصر لرديء البصر، إسماع الأصم، إفراغك في دلو أخيك، دلالة المستدل، إعانة الضعيف، إعانة الرجل في دابته، العدل بين اثنين، الكلمة الطيبة، إيناس الوحشان، السهولة في البيع والشراء، السماحة في القضاء، إنظار المعسر، ستر عورة أخيك، تعزية المسلم، التعبير عن الأرت، الرد عمن يغتاب الآخرين، إطعام الجائع، كسوة المحتاج، إدخال السرور على المسلم، غرس المسلم وزرعه، إعانة الصانع، الصنعة لأخرق، التفسح لأخيك في المجلس والشفاعة. وعلى كل عمل من هذه الأعمال السهلة دليل من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغريك بفعل الخير ويدعوك لنيل الأجر.